سقطت قناة اليمن اليوم في 2 ديسمبر 2017 مو لأنه نفذت الذخيرة، كان عندنا ذخيرة، لكن لأنه تم يعني خلوها سكروا عليها بالغرفة بالكونتيرة وهربوا اللي كان معاهم المفتاح قائد الحماية. العميد طارق أرفد القناة بعدد كبير من الأعيرة النارية، 50 60 40 ألف طلقة نارية، لا أعرف بالضبط العدد، الحوثيين يمكن يعرفوا لأنه استلموها زي ما هي، وسلمها. وأرفد أيضا القناة بأفراد حماية آخرين، أفراد حراسة آخرين، لأنه كنا عددنا قليل أفراد الحراسة حق كنعان. استلموا منها دفعة أولى. نتصل للي كان معه المفتاح اللي سكر عليها. أنا ما قد شفت إنه حد يسكر على، يعني إحنا في حرب بتخلي السلاح مسكر، ليش الغرفة هذه المفروض يكون مفتوح عشان يكون سهل الوصول للعسكر ياخذ الأسلحة سكروا عليها وهربوا، خافوا، باعوا، سلموا، ما أعرف يعني. المهم إن إحنا كنا نتواصل مع قائد الحماية عشان يفتح الكونتيرة للعسكر ياخذوا أسلحة، لا يجيب. طبعا هو سنحاني، من سنحان، حتى اللي جابهم العميد طارق لا أعرف، بس أكيد كانوا يقولوا من سنحان، ما أعرف صراحة. لكن هذا اللي أنا أتكلم عنه الأخ قائد حراسة كنعان والقناة الأساسيين يعني من سنحان اختفوا حقيقة. فلذلك يعني كنا نتواصل حتى مع المشايخ يومها، مع لجنة دائمة، ما حد كان الكل مش في حالة صدمة. أما المشايخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين كلهم طبعا قلقوا تليفوناتهم. أنا في الطبيعي كانوا ما يصدقوا يشوفوا تليفوني، يوقفوا انتباه، يحبوا يتكلموا هم مع النساء، أنتم عارفين. ما عاد ردوا، مغلق رقم الهاتف الذي تتصلون به خارج نطاق الرجولة حاليا، خارج نطاق الوفاء والوطنية حاليا. عشان كذا طالما أن سعادة السفير قالب لنا هذه المجموعة تتحدث عن المعركة الأخيرة وهم ما همش كانوا موجودين، يا جماعة كلمة حق. أنا الأخ اللي قال إنه مرافق للزعيم أبو شوارب، العقيد أبو شوارب، واللي ظهر بالفيلم الوثائقي واللي جنبه، أنا أقسم بالله لم أشاهدهم من 2015 إلى حين اغتيال علي عبد الله صالح مرافقين مع الزعيم. أنا أنسى الأسماء لكن الصور لا تعلق في ذهني، أنا ما شفتهم، يمكن كانوا في مهام أخرى. أما مع الزعيم مرافق، لما يقول قائد الحماية حق الزعيم، أنا ما شفتهم. أنا صح كانوا يتغيروا في عدد كبير، لكن ولا شفت واحد منهم هذول الاثنين. أيضا الأخ صادق الأكوع، يا جماعة أنتم شايفين الوش حقه وردي؟ أنا هذه فلاتر على فكرة، بس هذا فلتر، وشه وردي كأنه لم يتعرض للشمس 20 سنة 30 سنة، من أيام ما طلع علي عبد الله صالح رئيس. هذا ما تعرض للشمس، هذا يتحدث عن معركة وتفاصيل اللحظة الأخيرة. ولا البرلماني عبد الرحمن معزل عادوا زعل، قال ليش قلتي إن أنا في بيتي في إب، أنا كنت في منزلي في صنعاء. صحيح أنت كنت في منزلك في صنعاء، كيف خرجت من صنعاء؟ المشايخ اللي خرجوا بعد اغتيال الزعيم وقالوا إنهم أوفياء لعلي عبد الله صالح، كيف سمح لهم الحوثيين أن يخرجوا إلا إذا خرجتم مبرقعين؟ أقصد بشكل عام، كيف سمحوا لكم الحوثيين تخرجوا؟ أنا إلى الآن ما حد يقدر يخرج، يعني في ناس يجلسوا يعاملوا عند الحوثيين عشان يخرجوا يتعالجوا ما يخلوهم. أقصد كيف خرجتم ما دام أنتم في صنعاء؟ هنا الوبال الأكبر. فلذلك إحنا لازم نحتاج لوقفة. الفيلم الوثائقي هذا كان المفروض، طيب ما دام أنتم يعجبكم الأسماء الكبيرة، الأكوع، أبو شوارب، يعني العقدة موجودة، ما تجيبوا المرافقين البسطاء اللي حموا علي عبد الله صالح وسقطوا واغتيلوا، وفي ناس نجوا، الأوفياء أبناء المواطنين. طيب كنتم تجيبوا الأخ سنان دويد، عصام دويد، خلاص سنان دويد، لأني أنا عشان أكون موضوعي، سنان دويد أنا شفته أكثر من مرة، كان مع الزعيم في السنوات الأخيرة متواجد. هذا اسم فخم، قبيلة فخمة وعريقة، وانتم تحبوا هذا الشيء، ما يعجبكم عندكم العقدة هذه، كنت يا سعادة السفير تجيبه. هذا شاهد على العصر، هذا شاهد على المعركة الأخيرة. صحيح يعني ما هو لازم تحترموا عقلياتنا وتحترموا تضحياتنا وتحترموا وفائنا، كان لازم. وشوفوا دائما الخيانة سنحانية، تبدأ سنحانية، مش بس انه طبعا باللجنه الدائمه اكيد حصل كذا، هربوا اصحاب سنحان اللي مسؤولين على المفاتيح والخزينه ولا الذخيره.
حتى شوفوا علي عبد الله صالح لما حب يستنقذ ويستغيث ويروح لحسن عفاش، يعني القبائل، قبائل القحشي ولا سنحان، كنتم يعني انتم مش متعودين تكونوا رجال او اوفياء او شهامه او مروءه او تردوا الجميل. هل تعرفوا انه علي عبد الله صالح سقط نظامه بسبب قبيله سنحان؟ بسبب محاباته وتقريبه ومحبته لقبيلته؟ ما وفيتم معاه. كل هذا صنعكم من لا شيء وانتم ولا شيء. انتم اوباش، صنعكم دخلكم في كل مكان، ولا واحد منكم طلع راجل وتنقذوا الراجل وهو يجري هو اولاده وعارف الزوكا. الله على مشهد عار اسود وعيب اسود في حقكم، مش في حق اسره الصالح ولا الصالح بطل، لكن في حقكم انتم. كنتم مش قادرين تكونوا رجال حتى لمره واحده وتنقذوا وتغيثوا المستقير، كنتم تخرجوا نساءكم، كانوا سيكونوا اوفى واشجع منكم، تخرجوهم يحموا علي عبد الله صالح. النساء والاطفال سيحموهم اكثر منكم يا مشائخ الطوق، قبائل الطوق. يعني معقول كنتم تتفرجوا من الشبابيك ايش اللي يحصل وعلي عبد الله صالح يصفى؟ الله اكبر. لذلك انا اقول لاحدهم لما يقول انتم كنتم مجرد موظفين لم يعد لكم لازمه فتم الاستغناء عنكم، لا، علي عبد الله صالح قبيله سنحان قررت انه ومشائخ الطوق قررت ان علي عبد الله صالح لم يعد له لازمه فتم الاستغناء عنه. هذه الحقيقه عشان تعرفوا. أما إحنا ثبتنا ووقفنا إلى آخر لحظة وبكل ما أوتينا. أنا واحدة من الناس إلى اليوم عندي تهتك بالأحبال الصوتية جراء الصدمة والصمود في قناة اليمن اليوم، ممنوع أحاضر لساعات طويلة بسبب تهتك الأحبال الصوتية. يعني عندي مشاكل، كلنا نحن الأوفياء، فما حد يقول كذا. لا يا أذ كخوتك، لم يعد كان لكم لازمة عند قبائل الطوق اللي صنعتوها. للأسف الشديد هذه دينونة القبائل، دائما دينونة المشائخ والأعيان. لذلك احنا دائما نحارب القبيلة، والخيانة والغدر تأتي منهم مش من الناس الواعيين والمثقفين ولا البسطاء أولاد الناس. اليوم وين أنا أشوف كنت مرافق واحد من اللي كانوا مع علي عبد الله صالح، أنا أعرفهم، ما أعرف أسمائهم بس أعرفهم واحد فينهم. شيء مؤلم والله العظيم. يعني اتصل لي مرة واحد وأنا في المغرب، واحد من المرافقين حق أفراد الحماية، قال لي يا دكتورة ممكن تكلمي السفير أحمد علي ولا العميد يحيى، أنا يعني والله مسجون في البيت، لا قادر أطلع ولا قادر أخرج. كان كأنه من دمار ولا من خولان، والله ما أنا عارف، مش من سنحان عموما. فقال لي أنا مش قادر والله، محبوس مثل المرأة، قال لي كذا وصوته منكسر وقهران. قال أنا على الأقل يشوفوا لي فيزا يخرجونا من هنا، أنا لا قادر أطلع ولا قادر يعني ولا قادر إن محبوس في البيت. تخيلوا اتصل لي أنا، طبعا إيش حيتصل لهم؟ حيردوا عليه خلاص أنتم مجرد موظفين لم يعد لكم لازمة فتم الاستغناء عنكم، ما حيردوا عليهم. لذلك أنا أقول يعني كثرة الخيانة والغدر اللي تعرضتوا لها كأسرة الصالح، اللي تعرض لها أبوكم وأنتم كأسرة، يعني تجبركم أن تنظروا بعين المساواة وعين الإنسانية والفهم والتحليل. قربتوا لي كل الأفاعي والعقارب اللي خانت وخذلت علي عبد الله صالح، قربتوهم كلهم. يعني ماذا أقول عن هذا؟ إيش نسميه؟ أنا ما تسمية عندي، لكن أنا ما أسميه، خلي أنتم سموه، فهمونا، إحنا نحبكم، فهمونا، كاشفونا، وضحوا لنا، طلعوا لنا مكاشفات وحقائق. يعني أفراد الحماية الحقيقية في صنعاء مش قادرين، يرحموا الله. وأنا متأكدة قدني فهمت السيستم اللي هو ابن شيخ ابن قبيلة قدوا في الإمارات ولا في السعودية ولا في، يعني ما فيش في السعودية، اللي كانوا مع علي عبد الله صالح ما همش في السعودية ولا في إلا لو شقوا من نفسهم. القبائل شقوا من نفسهم، لا القبائل هم ما شاء الله ما يخافوا، يعني ما يغلبوا يروحوا عند الكل، متسولين هم، انتم تعرفوا. وابناء الناس البسطاء المرافقين الحقيقيين الذي ذادوا عن علي عبد الله صالح، انا ما شفت واحد منهم بالفيلم ولا موجودين، ولا حتى في حد منهم يا جماعه في حد منكم مرتاح، انا صديقتكم تعرفوني واحنا اخوان، كلموني اقنعوني انه مهتم فيكم، انه فلوس السفير احمد علي تشملكم ايضا، وليست فقط للمشائخ الخونة والقيادات الخائنة التي غدرت الزعيم الله يرحمه.